اهلا بكم في فيديو جديد من مبيد ومفيد مع سالم القطعاني. النهارده احنا في خيار خلاص هيبشر اهو، ومزروع في وسط شجر جوافه نشاوي. افضل المعاملات اللي احنا شغالين عليها طبعا احنا بنتكلم في عمليه انتظام الري، التسميد بتاعي يكون مظبوط، النحم الزرعي بتاعي من البياض الزغبي والامراض الفطريه وقائيا، وانك ترش وقائي احسن وارخص ما ترش علاج. وما ننساش طبعا الرش بتاعي، الرش اللي بيدعم معايا عمليه التزهير زي نفسلين، عالي الفوسفور، طحالب عشان برضو رفع الاجهاد. وطبعا ادينا شايفين النهارده 16 او 17/7، اول ما تبص للجو تقول الله، اعرف ان في كارثه هتحصل في الزراعه، اصابات حشريه، مشاكل وصدمات، لانه اختلاف درجات، مشاكل في العقد نفسه، هتلاقي في زرور بتموت منك، في زرع، في تنفيل، اختلاف درجات الحراره بين الليل والنهار بيعمل معايا ضربات مش تمام. وادي بسم الله ما شاء الله ان احنا محملين الخيار في الجوافيه، ما منعناش من ان احنا نشتغل على الجوافه. تعالى قرب وري الناس بسم الله ما شاء الله التحضير بتاعي. ادي التحضير ما شاء الله، الزرع محضر اهو، شغالين. اهم التوصيات للجوافي عموما دلوقتي، لو ما رشتش كالسيوم بورون رش كالسيوم بورون عشان العقد. وطبعا ما ننساش افضل تسميد دلوقتي للجوافه نترات كالسيوم، ويا سلام لو تنزل 0050 سلفات بوتاسيوم ممتازه جدا دلوقتي. وهنكون بالنسبه للرش الحشري هنرش حاجه للاكروس وذبابه الفاكهه، فهنرش اميده مع ايه، مع اي مركب اميده، مع لمباده، مع اي مواد فعاله محترمه تجيب معايا البيض، وتجيب معايا الحشره الكبيره للعناكب للاكروس. لانه طبعا في الفتره دي من عمر الجوافه بيبدا معايا الحشرات تستوطن وتعمل المستعمرات بتاعتها. فان شاء الله يكون موسم خير وجبر خواطر على كل الناس مزارعين الجوافه. ان شاء الله الجوافه السنه دي تسير على نفس خطى السنه اللي فاتت، وان شاء الله ربنا يبارك في شويه الخيار دول، وربنا يطعمنا ويطعمكم. سلام.